عليكم متتبعين طباخة السوسية. في هذا الفيديو نشارك معكم الفقاس، وندوزو المقادير. عندي 5 ديال البيضات غنديرهم في الهاشوار، يمكن لكم تخدموا بيديكم ولا في كاس العصير. معلقة كبيرة ديال الكونفيتير مشماش، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، ومعلقة كبيرة ديال النافع، 3 المعالق ديال الزنجلان، بقياس كاس العنبة، كاس ونصف ديال سنيدة بقياس كاس العنبة، كاس زيت، 150 غرام ديال اللوز. غادي نخلطو ان شاء الله الخليط ديالنا كامل في الهاشوار بهذه الكيفيه حتى يندمج لينا البيض والسكر والزيت. كما تشوفوا هذا هو القوام. كما قلت لكم يمكن لكم تخدموا بيديكم ولا بكاس العصير ولا بالعجانه. 150 غرام ديال اللوز، 16 غرام ديال الخميره، 700 غرام ديال الدقيق. نضيفوا 2 خمارات ونضيفوا الدقيق بالتدريج ماشي مره واحده، ونجمعوا الخليط ديالنا ونخلطوا حتى يندمجوا المكونات كاملين مع بعضياتهم. فقاس ملكي، نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم والاصدقاء لكي تعم الفائده، والله يجازيكم بخير. كتجمعوا العجين ديالكم بهذه الطريقه، كتدخلوا الدقيق في العجين شويه بشويه ماشي دفعه واحده باش ما يقصحش معكم الفقاس ديالكم. الا دخلتوا فيه الدقيق اكثر من القياس غادي يجيكم كيتفرتت. ضروري تخليو العجينه ديالكم مرخوفه. 700 غرام ديال الدقيق تقدروا تضيفوها كامله او قل منها، كتضيفوا شويه بشويه حتى تشوفوا القوام ديال العجين ديالكم. هذا هو العجين ديالنا من بعد ما جمعناه. هادو درنا او 5. كان لكم تقسموا العجين ديالكم الى 5 ديال الاجزاء. وتحطوه في واحد اللاطه. تناخذ واحد اصفر بيضه وكنضيفوا فيه راس معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. كدهنوه بهذه الكيفيه. كاملين كدهنوهم بنفس الطريقه، وتحاولوا ما تخليوش البيض ينزل مع الجناب ديال الفقاس ديالكم باش ما يلصقش لكم مع اللاطه.
الا هود لكم البيض حاولوا تمسحوه، لان الا هود لكم مع اللاطه كيلصق لكم وكيتحرق لكم الفقاس من التحت. كناخذوا واحد الفورشيط وكنزوقوا به بهذه الطريقه، يعني كنديروا خطوط على وجه الفقاس بهذه الطريقه. دابا غادي نحطو في الفرن على نار مهيله كما تشوفوا. كتنقصوا النار مهيله لاقصى درجه باش يطيب الفقاس على خاطرو. هذا من بعد ما خرجته من الفران كما تشوفوا. هذا هو الشكل ديالو، ها كيفاش كيكون حتى من التحت، راه ما تيكونش طيب بزاف وكطيب على خاطرو. كتنقصوا الفران مزيان على نار مهيله. كما تشوفوا انا غنقطعو معكم، ما كيتفرتت ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. حاولوا ما تدخلوش فيه الدقيق بزاف وتبعوا المراحل كما هما، راه ناجح 100%. كما تشوفوا بهذه الطريقه كنحاول نوريكم ان الفقاس راه ما مهرس ما حتى شي حاجه، ناجح 100%. غير جربوه وتبعوا المقادير كامله ان شاء الله تلقاوها في صندوق الوصف بالغرامات. كما تشوفوا انا راني خدمت كميه ضبلت الكميه. اللي بغى يضوبل الكميه يضوبلها، واللي بغى يكتفي بهاد المقادير اللي حطيت لكم يكتفي بهم. كما تشوفوا الفقاس راه ما تيتهرس ما حتى شي حاجه، ناجح 100%. مقادير مضبوطه. كتقطعوا ضروري يكون السكين ديالكم حاد، ما يكونش شي سكين اللي غادي يعذبكم. خصو يكون ماضي مزيان باش يمكن الفقاس ديالكم ما يتهرش ويتقطع معكم دغيا دغيا بسهوله. انا قطعته تقريبا معكم كامل قطعته. نتوما كتشوفوا ما تهرس ما تفرتس ما حتى شي حاجه. واخا فيه اللوز ديالكم ما تفزقوه ما تغسلوه ما حتى شي حاجه، مسحوه مزيان بشي منديل فقط وضيفوه مع الخليط ديالكم وما تخافوش منه. تجربوه من اول تجربه ينجح معكم. اتمنى تجربوا الوصفه صحه والراحه وينال الاعجاب ديالكم. كما تشوفوا انا كنوري معكم الفقاس، كنحاول انني نحلو معكم. كما تشوفوا ما مهرس ما حتى شي حاجه، ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه. دائما الدقيق الزائد في العجين كيخليها الفقاس كيتهرس وكيتفرتت. كان هذا هو الفقاس ديالنا، حتى حاجه فيه ما تتكسر، كامل تقطعوه ما تيتفرتت ما تيتكسر. فقاس ملكي ناجح 100%. دي ان شاء الله استفتوا في اللاطه كامل. دابا غادي نديه للفرن. كما تشوفوا من بعد ما دخلت هذيك الكميه
الفرن رجعت نقطع معكم الكميه الاخرى. انا قطعت معكم كاع الفقاس اللي وجدت تقريبا، راه ما تيتكسر ما تيتفرتت ما حتى شي حاجه البنات، من اول تجربه ناجح 100%. انا عودت معكم نفس الطريقة باش تشوفوا وتأكدوا من نجاح الفقاس 100%. ما كيتفرتت ما كيتهرس ما حتى شي حاجة، وتجربوه ان شاء الله. غادي نديه للفرن ان شاء الله كما تشوفوا. غادي نعاود ندخل الفقاس للفرن، نار مهيلة كما تشوفوا من الاسفل ومن الاعلى. هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما وجد، وهذه هي النتيجة. الفقاس من اروع ما يكون، منا تجربوه من الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من البارطاج مع احبابكم والاصدقاء. الله يجازيكم بخير على مشاهدة الفيديو. لهنا تنقول لكم الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى فيديو قادم إن شاء الله.